السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية المستهلة بأبرز العناوين. وفد الأمم المتحدة يلتقي كبار المسؤولين في الدولة. إصابة 28 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. دعوة لحماية الموارد السياحية في إقليم عنسبة. المجلس العسكري في مالي يطالب مجددا برحيل القوات الدنماركية. الجيش الأردني يقتل مهربين عبر الحدود مع سوريا. الاتحاد الأوروبي يقاضي الصين داخل منظمة التجارة العالمية بسبب ليتوانيا. من العناوين إلى التفاصيل. التقى وفد الأمم المتحدة الزائر للبلاد الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. وقدم مسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حقوس قبره وتوضيحا للوفد حول المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية الإريترية وأنشطة التجارة والاستثمار الداخلية والخارجية والتعاون الدولي ومسيرة السلام والاستقرار في إريتريا والموقع الاستراتيجي لإريتريا بالنظر للأولويات إريتريا. وقال أن التنمية المستدامة تؤدي إلى التطور الاقتصادي المستدام، موضحا أن المجالات المحتاجة للاهتمام الأكبر هي الزراعة والثروة السمكية والتعدين والصناعة وخدمات الموانئ والمطارات والمنطقة الاقتصادية الحرة والسياحة وبناء الموارد البشرية والتقانة والطاقة والمياه والبنى التحتية والمواصلات والاتصالات، مؤكدا أن الفرص مفتوحة للاستثمار في هذه المجالات. من جانبها أوضحت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم خلال لقائها الوفد أن سيادة القانون في إريتريا إرث ثقافي، وقد تم عكس ذلك جيدا في مختلف المراحل التاريخية. وقالت أن القانون يمثل هوية وثقافة البلد والشعب، ويجب على الدول الأفريقية العمل بمنح ذلك الاهتمام. وأقدمت في اللقاء الذي شاركت فيه سفيرة إريتريا الدائمة في الأمم المتحدة السيدة صوفيا تصفى مريم أوراق عمل حول سيادة القانون والخدمات العدلية ومساواة المواطنة والنظام العدلي ومكافحة الجريمة في إريتريا وتطور المؤسسي لوزارة العدل. وأوضح وفد الأمم المتحدة بأن اللقاءات التي أجراها وسعت معرفتهم بأولويات برامج التنمية في إريتريا وتساعد لوجود فهم مشترك في إطار العمل التعاوني الذي بدأ العمل به. وكان وفد الأمم المتحدة قد التقى يوم 25 من يناير وزير الزراعة السيد الرفاين برهي والمدير العام لقسم الطاقة في وزارة الطاقة والمعادن السيد تسفاي زكرياس. وأوضح وزير الزراعة السيد الرفاين برهي للوفد أن الزراعة من أولى أولويات السياسة الاقتصادية لإريتريا، وشرح الجهود الجارية لتطوير مستدام لهذا القطاع بالعمل في حفظ المياه وحماية التربة وأعمال البحثية والحملة الخضراء وتربية الحيوانات ومشتقاتها. وبحث الوفد لدى لقائه المدير العام لقسم الطاقة مميزات إريتريا في الطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في أقاليم الأوسط وعنسبة والقشبركة أظهرت إصابة 28 مواطنا بفيروس كورونا، وظهرت 21 إصابة في مراكز الفحص بالإقليم الأوسط، وهي من قزباندا وقودايف وقزخنيشة وعد قبراي، ومصابون قادمون من دكم حري وعد خالة ومنخسيتو ومصوع، وستة إصابات في مراكز الفحص بإقليم عنسبة، 5 منها في كارن وواحدة في عتكليزان وإصابة واحدة في بارنتو بإقليم القاشبركة. في غضون ذلك الشفية 91 مريض كورونا، 58 من الإقليم الأوسط و15 من الإقليم الجنوبي و10 من إقليم عنسب و5 من إقليم جنوب البحر الأحمر و3 من إقليم القاشبركة. وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 75 عاما من الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9436، شفي منهم 9004، وتوفي 97 مريض، فيما لا يزال 335 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 27 من يناير لعام 2022.
دعم مكتب وزارة السياحة في إقليم عنسبة لحماية الموارد السياحية في الإقليم وتوظيفها لمصلحة الشعب والوطن. وأوضح مسؤول الدراسات ومتابعة الموارد في المكتب السيد فساح هبتاي أن الإقليم يضم مواقع أثرية ومعمارا جميلا وتنقل اللحاس التي جرت فيها آخر معارك الحرب العالمية الثانية ودفاعات حرب التحرير والتنوع الإيحائي وأديرة أثرية. وقالت توجد الكثير من الأشياء التي يجب العمل فيها قبل تجهيز المواقع السياحية للزيارة والاهتمام لتعريف السكان بالموارد الموجودة في محيطهم وحمايتها وتعريفها للزوار. وذكر وجود الكثير من المواقع الأثرية والتاريخية غير المكتشفة في إقليم عنسبة، ومن المهم رفع وعي المجتمع لحمايتها من التدمير سواء بمعرفة أو غير معرفة. وأشار إلى العمل الجاري مع جميع الشركاء لتسجيل المباني الأثرية في كرنف التراث العالمي والعمل للتعرف على الموارد الأخرى مستقبلا. قام سكان 3 ضواحي في مدينة جندع بغرس أكثر من 10,000 شجرة بالنفير. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم شمال البحر الأحمر النقيب سهية إخلاء زراعة 13,000 شجرة على جوانب الطرق ووسط المدينة والمحميات من جملة 43,000 شتلة أعدها مشتل ميت كوموم، وسيستمر نفير التشجير الشعبي. وذكر خبير حماية التربة وحفظ المياه سيد أحمد عبد الله أن مشتل ميت كوموم يقوم بإعداد مختلف أنواع شتول الأشجار. وأكد المشاركون في النفير على العمل مستقبلا بتنظيم أقوى. في غضون ذلك قام السكان في مدينة مصوع بشتل 1200 شجرة. نظمت وزارة التعليم دورة تدريبية لمعلمي رياض الأطفال في مديرية عدقيح. وقال مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ بيانة تسفاي أن الدورة التدريبية ركزت على سبل إدارة ورعاية ومتابعة الأطفال لقرص القيم السمحة فيهم. وأفاد مراسل إيرانا تنظيم برنامج تبادل التجارب بين معلمي مختلف رياض الأطفال في المديرية. وطالب المشاركون في التدريب لتنظيم دورات مماثلة مستقبلا. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. قررت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي بإصرار طلبها رحيل حوالي 100 جندي دنماركي فورا بعد نشرهم في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل في إطار تجميع القوات الخاصة الأوروبية بتكويبا. وكانت بوماكو طلبت بالفعل من الدنمارك أن تستدعي فورا كتيبتها التي وصلت مؤخرا إلى مالي للمشاركة في قوة تاكوبو التي تهدف إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال ضد الجهاديين، لأن نشرهم تم دون موافقتها. وقررت الحكومة المالية التي يهيمن عليها الجيش الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب في أغسطس عام 2020 طلبها في بيان. وقال البيان أنه لا يوجد اتفاق يسمح بانتشار، لذلك تدعو الحكومة بإصرار الجانب الدنماركي لسحب قواته الخاصة على الفور من الأراضي المالية. وتدهورت العلاقات إلى حد كبير خصوصا مع فرنسا التي تعمل عسكريا في مالي والساحل منذ عام 2013. أعلن الجيش الأردني أنه قتل 27 مهربا لدى محاولتهم اجتياز الحدود من سوريا إلى المملكة بإسناد من مجموعات مسلحة، وهو أكبر عدد قتلى يسقط في إطار عمليات إحباط تهريب مخدرات عبر الحدود التي تكثفت خلال الأشهر الأخيرة. ونقل بيان الجيش عن مصدر عسكري مسؤول قوله أن الجيش بتنسيق مع الأجهزة الأمنية قام بعمليات نوعية ومتزامنة على عدة مواجهات على الحدود، ما سمح بإحباط محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية. وأوضح أن العملية أدت إلى مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري.
موضحا أن مجموعات أخرى مسلحة كانت تساندهم. وكان قد أعلن الجيش في 17 من يناير مقتل ضابط وجندي من حرس الحدود في اشتباك مع مهربي مخدرات على الحدود مع سوريا. قالت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي تقدم بطلب لفتح قضية داخل منظمة التجارة العالمية ضد جمهورية الصين الشعبية بشأن ممارساتها التجارية التمييزية ضد ليتوانيا، والتي تضر أيضا بالصادرات الأخرى من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. وذكرت المفوضية في بيان أن هذه الإجراءات تضر بالمصدرين في كل من ليتوانيا وأماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي. ومع فشل محاولات حل هذا الأمر بشكل ثنائي، لجأ الاتحاد الأوروبي إلى بدء إجراء تسوية المنازعات ضد الصين، وهي الخطوة الأولى في هذه العملية. وخلال الأسابيع الماضية جمعت المفوضية الأوروبية أدلة على القيود المختلفة التي فرضتها الصين ضد ليتوانيا، وتشمل رفض تخليص البضائع الليتوانية من خلال الجمارك، ورفض طلب الاستيراد من ليتوانيا. ظهر تسرب نفطي جديد قبال السواحل البيرو، حيث تتواصل عملية تنظيف تسرب كبير لنفط خام قبل 10 أيام، وذلك خلال أعمال على خط مياه مصفاة تحت الماء بحسب ما أعلنت الحكومة. وحصل تسرب جديد خلال أعمال في منشأة لابامايا المملوكة من شركة الطاقة الإسبانية العملاقة روسبول وفق وزارة البيئة، علما بأن الشركة نفت ذلك. وأعلنت البيرو حالة الطوارئ بيئية بعد تسرب حوالي 264 ألف جالون 1.2 مليون لتر من النفط الخام في البحر في 15 من يناير الحالي، عندما ضربت الأمواج عاتية ناقلة نفطية أثناء تفريق حمولتها في مصفاة تكرير. تذكير بأهم العناوين. وفد الأمم المتحدة يلتقي كبار المسؤولين في الدولة. إصابة 28 مواطنا بفيروس كورونا. دعوة لحماية الموارد السياحية في إقليم عنسبة. المجلس العسكري في مالي يطالب مجددا برحيل القوات الدنماركية. الجيش الأردني يقتل المهربين عبر الحدود مع سوريا. الاتحاد الأوروبي يقاضي الصين داخل منظمة التجارة العالمية بسبب ليتوانيا. انتهت النشرة، في أمان الله.